فعلا الواحد اتفاجئ جدا من سعرها اللي وصل جنيه وجنيه ونص، والحجم كمان اصغر بكتير. النهارده هنعملها كلها في الخلاط بكل سهولة وبساطة. هنجيب بصلتين اخضر ونص حزمة من الكزبرة الخضراء، ودول كام ورقة من الكرات، وراس توم صغيرة. دي كل مكوناتها. وربع كيلو من الفول المدشوش المنقوع 3-4 ساعات كده. هنقطع الخضرة كلها على الفول زي ما احنا شايفين كده، والبصل، وهنحط عليه راس التوم بتاعتنا اللي احنا مفصصينها كده زي ما احنا شايفين. هنقطع البصل كمان وراس التوم كده. حطينا الكزبرة والكرات والفول المدشوش. هننزل بكوباية من المية عليها معلقة من البيكنج باودر، وهنضربهم ضربة مع بعض. وبعدين نبدأ ننزل بكل المكونات دي على بعض حبة حبة، ونضرب شوية شوية ونضربه، ونخفف شوية سنة سنة بمية، لان هتلاقيها مع الوقت تقلت برضو والخلاط مش هيقدر يضربها. فسنة سنة هتخففي بالمية لحد ما تخلصي الكمية بتاعتك كلها. ما تزوديش مية علشان ما تبقاش خفيفة وتبوظ منك. احنا عايزينها تقيلة، يعني يدوبك الخلاط يقدر بس يضرب كده، يعني احنا مش عايزينها عصير. تمام، احنا عايزينها تقيلة على قد ما نقدر، يدوبك بس الخلاط يقدر يلف. تمام كده. انا هزود كل شوية، هحط المكونات بتاعتي اللي هي الفول على الخضار كله، وهزود مية لحد الخلاط ما يضرب. وتحاولي ان انت تقلبي من وقت للتاني بايدك بالمعلقة لحد ما تلاقي الدنيا اتظبطت معاكي كده. بصوا ده التقل اللي احنا عايزينه اهو زي ما احنا شايفين. هنبدأ بقى نبهر كزبرة، ملح، توم باودر، بصل باودر. ناخد بالنا ان احنا ما نبهرش ونشيلها في الفريزر، احنا هنبهر بس الشوية اللي احنا هنسويهم في وقتها على طول كده. تمام. هنروح بقى نجيب كده، خلاص بهرنا الطعمية بتاعتنا. هنجيب بولة تانية ونحط سمسم، حبة البركة، كزبرة، حب لسه مش مطحونة. وبعدين نعمل الطعمية في ايدينا، وما نتخنش الطعمية لانها هتنفش معانا قوي علشان البيكنج باودر. ونحط بقى على الوش من السمسم وحبة البركة وعلى زيت سخن بقى، ونبدأ ننزل بالطعمية بتاعتنا. بصوا بتنفش وبتبقى تحفة. عشان كده بقول لكم ما تتخنوهاش. في ناس بقى بتحبها متحمرة كده زي ما احنا شايفين، وفي ناس بتحبها نص سوا زي دي كده بالظبط. طلعوها بقى زي ما انتوا بتحبوا، واستمتعوا بأجمل طعمية بجد. مش محتاجة خالص ان احنا نشتريها من بره. هنا هنعمل بقى حبة كده واحدة عجة. هنحط بيضة، وهنحط برضو نفس البهارات على الطعمية وهنقلبها. وفي طبق كده هنظبطها، وبعدين ننزل على الوش كده بالسمسم وحبة البركة والكزبرة الحصى كده زي ما احنا شايفين. وهنبدأ ننزل بيها برضو في الزيت السخن، ننزلها واحدة واحدة كده. هتلاقيها تماسكت على طول اول ما نزلت. وبعدين نبدأ ناخد من الزيت ونرش على الوش علشان الوش بتاعنا برضو يمسك ونعرف نقلبها في الزيت. تمام. وبس كده. كله بقى اجمد شوية طعمية بجد تحفة، انضف واحلى واوفر بكتير جدا. يعني الكمية دي عملت لي 4-5 اكياس من الطعمية بجد. يعني كمية بسيطة جدا هتكفيكي وقت كبير جدا، وهتكون متاحة عندك في اي وقت، وتكون سخنة وخطيرة ومش محتاجة اي تكلفة خالص. شايفين بقى التحفة ازاي؟ مقرمشة جدا جدا من بره زي ما احنا شايفين، ومن جوه خضرة وطرية وبجد تحفة. بس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.